وسهلا فيكم حبايب قلبي وين ما كنتوا عم بتتابعوني إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وانتوا عم بتشوفوا فيديو اليوم. أول شي خلينا نصلي على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تاني شي إذا كنتوا جداد على هالقناة لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل شي جديد أنا بنزله. حبيباتي مثل ما لكم شايفين جهزت القهوة لجوزي ولإلي جهزت الكابتشينو، وأنا هيك قاعدين أنا وجوزي عم نشربها. قُلت له: "جاي عبالي فطور تركي." أنا يعني مقصدي أو المغزى من حكيه إنه هو اليوم يجهّز لي الفطور، قام قال لي: "عن جد؟" قُلت له: "إيه جاي عبالي اليوم أفطر فطور تركي يعني ما بدي أحضره أنا." قام قال لي: "أيوه فهمت عليكِ." أنا قُلت أكيد هلّأ بده يركض على المطبخ ويجهّز لي الفطور، قام خاب ظني، قام قال لي: "قومي جهّزي الولاد." وأنا سابقِك لتحت، فورًا لبّس بنتي هو، فورًا نزل لتحت. أنا ما أعرف شلون بدي ألبّس ابني على العجلة، فورًا كلّه على العجلة، والله هاد ابني هاد بأغراضه البيت أخدتن يعني ما لبّسته حتى قاعد هو على الموتورة فورًا يعني لبّسته، قال لي: "خلص انزلي مو جاي عبالِك فطور تركي." أمرِك أنا، فورًا هو لبّس بنتي، لبّسها جاكيتها يعني ما لحقت حتى أبدّلن أغراضن يعني، ويعني هذا بدنا نروح عليه إنه المطعم مو بعيد كتير هو جنب بيتنا. فلذلك هو متل ما لكم شايفين حبيباتي متل ما لكم شايفين هو لحاله مستلم ويالّا وعم بيركض هو وولاده ما قبيلي. ما بيبعد عنا 3 دقايق مشي يعني هاد المطعم، يعني هلأ بافرجيكم إياه، بافرجيكم كمان وين بيتي يعني من المطعم، ما هو كتير بعيد، وهذا المطعم على طول يعني بنرتاد لهون يعني حتى الكل بيعرفنا هنيك. إذا في عزيمة لرفقاتي وكانوا كتار أو في عندي هيك أو عندي حفلة مثلًا عيد ميلاد عيد شي، ما بدي أساويها ببيتي أو متكسلنة أو هيك فباساويها أنا هون. في كتير عندي صور حفلات إن شاء الله بس هيك بس ما هي بتليفوني، بتليفون جوزي إن شاء الله بدي أجيبها بافرجيكم إياها شلون هون عملت حفلة عيد ميلاد ابني، وعملت كمان هون حفلة كمان عيد ميلاد بنتي. هون عم باقول لجوزي عم باقول له: "إيش رأيك أطلب لك هي الأرجيلة بتكفّيك والّا لأ؟" عن جد كتير لك أطول منّي، كتير طويلة. نعم. وهلأ هيك حبيباتي بدي أفرجيكم كل زوايا المطعم وبدي أقول لكم ليش أنا باحبه، لأني وين ما حجزت الطاولة ووين ما صح لي قعدة إطلالته حلوة، في صالة مُغلقة للألعاب الأطفال وفي صالة مفتوحة كمان للألعاب الأطفال، يعني في تنتين وحدة صيفية وحدة شتوية. هلأ هون فاتحين الشتوية مشان الولاد تلعب وكلها مكيّفة. وهون الركن للمخطوبين أو العاملين حفلة عيد زواج أو شي، عاملين هاد الركن مشان التصاوير. وكمان في إطلالة للمسبح، إطلالة كتير حلوة، وفي إطلالة على الحديقة كمان إطلالة كتير حلوة. هون متل ما قلت لكم إطلالة المسبح، هاد المسبح تابع للستا كمان بيطل على حديقة الستا، هلأ بافرجيكم إياها. بس هلأ بدي أخلّي جوزي يحكي بالعربي، إن شاء الله تقدروا تفهموا عليه، أنا يعني بافهم عليه يعني بالمِيّة مِيّة، بس إن شاء الله أنتم كمان تقدروا تفهموا عليه، وقولوا لي النسبة اللي بيحكي فيها جوزي بالعربي، علّمته 100% إلّا 90%. هلأ في شغلات ما بيعرف بيحكيها بس ما بيعرف يشرح، ما بيعرف يعبّر. إن شاء الله هلأ أنا بس هيك باعمل له سؤال وجواب وأنتم اعطوني رأيكم بلغته العربية، إنه كام لغته العربية. هلأ هيك متل حبيباتي متل ما لكم شايفين أنا عاملة هون متل بيتي، إني باعرف باجي هون كتير، باعرف يعني شلون أطلع وهيك. هون اللي بيطل على الحديقة. هلأ نحن لمّا بنيجي لهون إذا لمّا بكون الجو شتوي، هذا الباب اللي دخلت منه أنا باقفله وباعطي المفتاح للجراسين، باقول لهم إنه عيفوا المفتاح عنكن ما تفتحوه مشان بنتي إذا عرفت إنه بدها مفتوح بدها تطلع لبرا وبالبرد وتلعب، يعني باخاف عليها، فلذلك هن بيفتحوا لها الشتوي وبسكر لها لمّا أنا بوجد بسكر الصيفي وهن بيفتحوا لها الشتوي. وهيك هاي إطلالته. يمكن شفتوا هاي الإطلالة من البرندة إني هو كتير قريب هذا المطعم على بيتي، يعني هاي الشغلات أكيد شايفينها. هاي البناية الكبيرة اللي قلت ورا بناية الكبيرة مباشرة بيتي. وهيك هلأ بقى لو شايفتني بنتي إنه أنا طلعانة لهون كانت مباشرة طلعت معي، فالحمد لله ما شافتني كانت عم تلعب لساتها ملتهية بالألعاب. وهون باركنا أنا وجوزي وهيك كانت الإطلالة. صراحة أنا هون بهذا المطعم أنا باخد أفكار، يعني كل ما باجي
الصحون كلّها بتتغيّر، الأطباق كلّها بتتغيّر، لك حتى الكاسات بتتغيّر، طريقة التقديم بتتغيّر، عن جد عم باخُد كتير أفكار أنا من هون بطريقة التقديم وهيك يعني تزيينٌ للسفرة هيك هالشغلات. والصراحة هون نضيفين يعني نضاف على طبخُن على أكلٌ، يعني أنا أكتر من مرّة نزلت هيك عملت كشف على المطبخ كتير نضيفين يعني هيك بالكفوف. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. قال لي جوزي قال لي إنه لازم أطلب خبز أنا، بدي أعرف إنه هيك أحكي معهم بالتركي أقول لهم بدي خبز، هلا دقيقة شوي. Erdal abi. دقيقة. موقف لطفًا ekmek getir. Yok. Hayır. Nasıl? Ekmek alabilir miyim? ekmek Allah يعني bilir. احترام. تمام. تشكر ederim. نحن المتجوزين تراك هيك مضروبين بحجرة كتير كبيرة على أساس نحن بلبل بالتركي، بس بصراحة الحقيقة لا. يعني نحن نص على نص تركي بنحكي. احترام دي يصير يعني إذا طلبت مني شيء آسف يعني بطلب مثلا خبز بطلب مثلا شاي أيوة. بطلب مي عفوا. لطفا. هلا احكي لنا يا دوغان، أنت كم شهر علمت العربي؟ والله أول دخلت السلام عليكم وثلاث أشهر تقريبا 3 أشهر بدي أتكلم عربي. احنا لهجتنا احنا بلدنا انطاكيا اسكندرون رواية اسكندرون من تركيا قريب حدود سوريا. احنا طلعنا صغيرين يعني تقريبا عمرنا 12 13 طلعنا من بلدنا جينا على اسطنبول 2099. بعدين صار نصيب مو 2099 1099 1999 2099 لسه ما اجى بعد 90 سنة. اول شيء السلام عليكم. تفضلوا على فطورنا. اليوم يعني صار لنا تقريبا سنة ما بنطلع برا. اليوم احيانا طلعنا هيك برا مشان نغير الجو. وخلينا يعني مشان الكورونا خلينا البيت مشان بياخذ اكسجين بياخذ الهواء. هلا احكي لنا دوغان، شو رأيك بالزواج من عربيات؟ اللي عم بتزوج تراك عم بتزوجوا عربيات، شو رأيك فيهم؟ هلا كل من بياخذ اول شيء نصيبه. هو عربي هو صيني هو اجنبي هو يهود ما في علاقة. نصيب النصيب كويس. من سوريا علمنا تقريبا يعني 6 شهور اقل من 6 شهور. كيف شلون علمنا؟ هو انسان ذكي عن جد عن جد والله العظيم. خطبتي لإله 6 شهور، خلال 6 شهور كان متعلم العربي. اول ما خطبني ولا كلمة عربية، بعد تعلم العربي هو ولا كلمة يعني والله ولا كلمة. مرحبا بس كم كلمة. اي وتعلم العربي. اكيد بالمية مية شلون بدي احكي عربي. انا عم اشتغل بالسياحية بالاوتيل، حطيت بالي بدي احكي عربي خلص ليل ونهار. لو كان اذا بالعربي لو كان اذا بالغلط اكيد يعني دي يعلموني الصح. أردوغان حبيبي احكي لهم انه وقت الناس بيقولوا لك زوجتك على عربية من سوريا ليش اخذت عربية؟ شو السبب؟ لا شو لا؟ لا لهلا ما قالوا لي انت ليش اخذت من سوريا. انا احنا جينا اجدادنا جايين من عراق من سوريا. ايوه انا بهذا الشغله انا ما بحب يعني انت سوريه انت تركي وانت كردي انت عربي انت يعني ما بتحب العنصرية. اهم شيء انا بحب البني ادم. هو البني ادم انا بحبه. اللي بيحبني انا بحبه. اللي ما بيحبني الله بيحب اللي بيحبني. طبعا شكرا. شو رأيك بالبنات سوريا واهتمامهم برجالهم وجوازهم وبيتهم وعائلتهم؟ مهتمات إلا لا؟ ما لهم مهتمات؟ لا نص على نص؟ ايش رأيك باهتمامهم؟ يعني شو رأيك؟ انا بعرف كل شيء. يعني ام لولادي الله فيهم
يعني بتسوي كل شيء مشان ولادي ومشان شو بصير، اما هي بتحبنا. ايوه قلبها طيب، يعني ما في لها قلب لها شيء ثاني يعني. ايوه. احكي لنا هلا، اردوغان اردوغان لو خيروك تعيش العمر مرة تانية وترجع شاب، تختار تتجوز تركيا إلا سوريا؟ ترجع شاب؟ مع زوجتي. ان شاء الله تكونوا هيك بقى تكونوا فهمتوا على جوزي شو عم بحكي وشو مقصده. جوزي اسمه أردوغان، بس أنا هيك أحيانا بدلعه بصح له دوغان. فلما سألته إنه إيش رأيك ببنات سوريا هيك إنه اهتماماتهم شيء، قام قال لي هون خلف الكواليس، قال لي لك أنا عايش معك، عايش مع كل بنات سوريا حتى أعرف هون كيف هن. هون وقت ما خلصنا نحن هلا رايحين على البيت، هيك عم نطلع من المطعم نروح على البيت على الماركت، شفنا إيش لازمنا أغراض للبيت، أخدناهم اشتريناهم وضلينا ساحبين هيك على البيت. وهيك كان نهارنا يا يوم السبت. شد حبيت هون أتصور قبل ما أروح، كتير هيك هون منظر كان كتير حلو. وهيك كان مشوارنا ليوم السبت. المسا عند السحور طبعا سويت هيك عشا خفيف، يعني شفتوا ليلة النصف من شعبان بدنا نصوم تاني يوم، فعملت عشا خفيف تسحرنا فيه أنا وجوزي. وعند الإحياء هيك باركين سهرانين، قرينا قرآن، صلينا ودعينا لربنا. فهيك خطر عبالي أقوم أسوي قرص معروك، قمت سويته على إيدي، إن شاء الله راح أنزلكن إياه طريقته بفيديو تاني. وتاني نهار فطرت الأولاد وشي ما في فطور بتعرفوا الصيام، فطبخت لبنية، سويت لبنية. واللبنية جوزي بيقول لها شوربة، أنا عطاء الشوربة بقول لي ما بشبع، وسويت جنبها برغل اللبنية. وحبيباتي بالنسبة للبن أنا حطيت له بيضة ومعلقة صغيرة نشا، وخفقتهم أول شي على البارد، بعدها حطيتهم على النار وبتم هيك بخفقهم لقبل ما يعني يغلي اللبن. بعدها بحط فوقه كمية المي، يعني كمية اللبن بحط نفس تقريبا كمية المي، يعني نفس بعض نفس الكميات. وبحط وقت البغلو بحط فوقهم الرز كمان أنا بنقعه بمي سخنة وبغسله وبحطه فوق اللبن بعد ما بكون بيغلي، هيك بحس استواء الرز بصير أسهل علي مثل ما شفتوا. هلأ هيك كمان هون عم بقلي اللحمة. اللحمة هون بس بحطلها ملح، ما بحطلها فلفل أسود مشان ما يغبق اللبن. فبس هيك بقليها وبحطها بطبها فوق هذا اللبن. طبعا هون ضيفتلها الرز وبس بضل عندي شوية نعناع وتوم بحطهم بالأخير لما بقرب بيستوي اللبن بحطهم. وهيك متل ما انكم شايفين لا بفرط ولا اشي. هون بعد ما قرب يستوي ضفتلن الثوم وضفتلها النعناع. وهلأ هيك حبيباتي بعد ما استوت عنا اللبنية بدنا نسوي البرغل. بدي أحمص البرغل وأطبخ البرغل جنب اللبنية. حبايب قلبي بدي استشيركم بشغلة، شو بتحبوا تشوفوا بالفيديو الجاي؟ يا إني بدي أحوس الصالون، أنظف الصالون تنظيف عميق، بتحبوا تشوفوا التنظيف طريقتي بتنظيف الصالون أو طريقتي بالتزيين، يا إني أنا سويت الزينة على إيدي، يعني ما اشتريتها جاهزة، سويتها أنا كلها على إيدي. فشو بتحبوا تشوفوا؟ بتحبوا تشوفوا طريقتي بتزيين رمضان أو بتحبوا تشوفوا طريقتي بتنظيف الصالون؟ اكتبولي بالتعليقات وإن شاء الله اللي بتحبوه تشوفوه رح أنزلكن إياه. وهلأ هيك حبيباتي بعد ما استوى البرغل هون قرب لأذان المغرب، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم على جميع أمة محمد. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل شي جديد أنا بنزله. هلا بقولكم باي.